warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa khassana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil 'ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth bi khairil milan wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumsi awalimil irfan. Amma ba'du, ta'ziman wa ikraman uqaddimu awalan ila mudir muassasati tarbiyatil islamiyah Daris Sa'adah wa ahlihi wa ila asatidzah fi kulli ma'hadid Daris Sa'adah alladzina qad 'allamuna uluman nafi'an wa hadha kulluhu li sa'adatina fid dunya wal akhirah. Wa aidan ta'ziman wa ikraman uqaddimu amama lajnatit tahkim allati tuqaddiru la khutbati fi nahari mubarakah. Wa la ansi aidan ta'zimi wa ikrami ila kulli al-hadirin wal hadirat fi hadha makanil mubarak. طيب أعطيني فرصة لألقي لكم خطبة تحت الموضوع خطر المحاضرات مرغوبة للشباب. ويا أيها الأساتذة المحترمون والأصحاب المحبوبون، نعلم أن في هذه الأوقات بلادنا يتعذب ويصيب مصيبة عظيمة ومسائل شديدة التي تجعل الوليد والأساتذة والحكومة حزنا وخوفا ومتخيرا. هذه المصيبة والمصائب هي خطأ استثمار ركوبان الشباب. ولقد سمعنا أخبار كثيرة من وسائل كترنك بأن هذا الشباب الإندونيسي في شدة الفساد والدنيء مثله كان كثير من طلاب مدرستي معروفون حمل ممنوع الأدوية ومقبوضون بأنهم ليس بمستهلكين فقط بل بمودعين أيضا. ومن العفيف صارت هذه الأهوال في مدن كبيرة شيئا عاديا ليس بغارب. ولقد نبهت الحكومة بأن الركوب لها خطر وضرر للبلد، ولابد لكل وحيد أن يحذر ويفقدها، بمعنى وجب لكل وحيد أن يشارك في منعها وتحليل هذه المشكلة. واعلم أيها الإخوان أن جيل الشباب رجاء وأمل لأمة، وهم مسؤولون بمستقبل هذا البلد. ولذلك في هذه فرصات مهمة نرجوكم جميعا وبالخصوص أجل الشباب تعالى أن نقول لا لنركب
ولا ندعه ولا نتركه لإهلاك مستقبلاتنا. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إخواني المحبوبين، نركوبا هو قتيل شديد يقتل الناس تدريجيا وتبطئيا، مبتدئ من فساد جسم كمثل الضعف أعصاب وموتها حتى إلى تدهور الأخلاق. وهو يذيع نشط التعلم لطلاب ويجعل الرجال كسل أعمال، وهم سيسيرون متخيلا بخيال سعادة حياتهم، وفي عاداتهم ينفذون فلوسهم ونقودهم لفرار والسرور سعاه، ويزعمون بأن استهلاك نركوبا يجعلهم مفلحين ومسرورين أبدا. ما شاء الله. أيها الحذرون بارككم الله، قد أثبت كثير من الناس بدليل أن من استعمل واستهلك سيواجه الصعوبات في تفكر الفساد عصب الدماغ، وسيكون ذلك عصب الفائدة له، فيساوي بين الناس والأنعام ولا فرق بينهما. وغير ذلك أن السباب السلبية لمستهلك نركوبا هو دنيء الأخلاق، سيصاب أسرة والمجتمع. طيب، والآن سنشرح لكم عنه واحدا فواحدا. سبب السلب الأول لفاعل أن مستهلك نركوبا سيصيرون معذوبا ومحزونا ومضيع نشاط الحياة، وهم لا يبالون ولا يحترمون أخذ في حياتهم اليومية، وأيضا لا يستحقون جهادا لعمل منتفع لهم كالتعلم والسعي. سبب السلب الثاني هو الأسرة. كان أهل أفيون نركوبا مسوسا ومشاغيا للمجتمع بأنهم لا يعرفون ولا يدرون أحكام العادات والأخلاق. والآن جاءني الوقت لآخذ خلاصة من تلك الخطبة. نركوبا هو قتيل شديد يقتل الناس تدريجيا وتبطئيا، ولقد سمعنا أخبار كثيرة من وسائل إلكترونية بأن هل الشباب الإندونيسي في شدة الفساد، وهم لا يبالون ولا يحترمون أخذ في حياتهم اليومية، بأنهم لا يعرفون ولا يدرون أحكام العادات والأخلاق، يعيش لدنياهم وأقصارهم، وهو يذيع نشط التعلم لطلاب ويجعل الرجال كسل عمل، وهو يذيع نشط التعلم لطلاب ويجعل الرجال كسل عمل. وهم لا يبالون ولا يحترمون أخذ في حياتهم اليومية. هذا مني عفوا على كل خطأ وشكرا
ala ihtimamikum jami'an wa akhiran. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil tadi, pemegang nomor undian 309 atas nama Muhammad Dubadi. Beliau utusan dari YPI Darussaada Aceh, Asjadi SMP Gampung Tengah, Kecamatan Sawang.